الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين لا نحصي به ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن إدراك كنهه موصوف ربنا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال منزها عن الشبيه والنقائص والمثال لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبهه الأنام حي لا يموت وقيوم لا ينام اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وتمت نوافلك وعمت فواضلك وعز سلطانك وبر قسمك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك فلا إله غيرك في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجبال قوتك وفي الكون سطوتك وفي الخلق قدرتك وفي الشرائع حكمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سخطك ربنا ألسنتنا سبحت في علاك ورؤوسنا ما سجدت لسواك أنت ترانا ولا نراك ولا نعبد إلا إياك لك الحمد من ضعيف يطلب نصرتك لك الحمد من فقير يطلب غناك لك الحمد من ذليل يطلب عزك لك الحمد ما دعوناك إلا حسن ظن بك وما رجوناك إلا ثقة فيك وما خفناك إلا تصديقا بوعدك ووعيدك لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا من قريب أو بعيد أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا
فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وبارك لنا فيما خولتنا واحفظ علينا ما أوليتنا وتفضل علينا إذا حاسبتنا اللهم لا تسلبنا الإيمان وقد عرفتنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ونية خالصة وعزيمة راشدة وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم أحيي الإسلام في قلوبنا وحبب إلينا خدمة ديننا اللهم حبب إلينا خدمة ديننا اللهم حبب إلينا خدمة ديننا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا
العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا شابا من شباب المسلمين إلا زوجته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين ونبتهلك ابتهال الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير أن تعتق رقابنا في هذه الليلة أجمعين من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واجعلنا ممن ينادى فيهم غدا في الآخرة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إلهنا هل في الوجود رب سواك فيدعى أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر أم بمن نستغيث وأنت المغيث القاهر؟ إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب العالمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن لك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة على أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتب حتى ترضى ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم أعد علينا رمضان. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي به ثناء عليك ولو حرصنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه